السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. النهاردة طبعا كان في مباراة القمة ما بين نادي الزمالك والنادي الأهلي. الزمالك كان بادئ الشوط الأول بضغط، وكان بيلعب كرة كويسة وجات له فرصة كويسة عملها خوان بيزيرا أو خوان ألفينا. ولكن للأسف الكورة شاتها عدي الدباغ، طلعها بره. كانت فرصة كويسة في بداية الشوط الأول، والزمالك كان ماسك كورة وكان مستحوذ وكان بيلعب كويس خالص، ولكن ما تفهمش لحد ما تقريبا من الدقيقة 17 الأهلي ابتدى يمسك كورة وابتدى يلعب. أنا مش فاهم. ناصر باهر، انت فاكر نفسك لوني ميسي يعني ولا ايه؟ ما تلعب مع الناس يا ناصر، العب مع الناس. فيها ايه لو لعبت مع الناس يا عبد الناصر، يا ناصر يا ماهر؟ فيها ايه لو بصيت ولعبت مع الناس يعني؟ انت لازم تجلطنا وتشلنا يعني. وانت يا عم بنتايج، في ايه يا بنتايج؟ في ايه يا بنتايج؟ انت كل شوية عمال تعمل تزحف على اللعيبة، وعمال تعمل قلاشات كده، وعمال تصد بيدك. ما تقف جون يا بنتايج، اقف جون يا ابني انت. يا ابني انت لعيب كورة، المفروض انت هاف يا ابني. انت بتلعب سيرد باك يا ابني، حرام عليك. ضربة جزاء يعني؟ طب ليه كده، ليه كده يا بنتايج؟ حرام عليك. وصبحي يعني الكرة اللي شاتها حسين شحات يا صبحي تتمسك يا صبحي. ده حاططها لك في الزاوية الضيقة يا صبحي. ما في ايه ده؟ هو يعني ما فيش كور، ما فيش فرص جت عليك يعني تخليك تبقى متوتر كده. وحسام عبد المجيد، انت حسام انت في ايه انت اكلت النجيل يا حسام. الواد محمد شريف خدك كده واحده، طلعك بره اللعبه خالص، فرشك فرشه ولا احسن سجاده في النساجون الشرقيون. ايه يا حسام؟ ايه يا حسام يا حبيبي؟ انا مش ناقص نقطه. انت يعني الفرقه النهارده ما تفهمش انت بتدافع ليه؟ انت ليه بتدافع يا عم يا نيك؟ يعني انت في ايه يا نيك؟ في ايه يا نيك يا فريرة؟ في ايه؟ انت نازل تدافع ليه؟ انت متصدر الدوري وفارق عنه بكذا بونت وتمام وكده، يبقى انت ليه نازل متوتر؟ ليه التوتر؟ ليه تصدر لي التوتر؟ ليه تخربني ليه يعني؟ مش فاهم. انت المفروض تلعب هجومي، العب لعبك، العب لعبك، هاجم كورة واتنين وتلاتة. انت اول ما جبت ضربة الجزاء دي شكرا، نمت، محدش شافك تاني، محدش شافك في الملعب. الاهلي بقى واخدك رايح جاي جاي رايح، كأنه واخدك رايح جاي مرجحة. في ايه؟ ركبك المرجحة وطلع بيك. ليه وجع المخ ده، وليه القلق ده، وليه القرف ده يعني؟ ليه انت